السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وسعادة وهنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ بطريقة جديدة جدا، من غير ولا سلق ولا تحمير ولا وجع قلب. هنعملها بطريقة جميلة جدا وسهلة وسريعة وبجد هتعجبكم جدا، ومعاها صوص كده احمر جميل جدا، ممكن تاكلوه بعيش، ممكن تعملي جنبها رز. بجد طعمها حلو جدا زي ما انتم شايفين كده، وشكلها كده يفتح النفس. انا قطعت معاها بسطاطسايه كده، انتي ممكن تعمليها كده، يعني الفراخ ساده كده من غير ما تحطي فيها حاجه. يلا بينا يا حبايب قلبي نشوف هنعمل ايه. دي الفراخ بتاعتي، طبعا غسلها كويس جدا ونقعتها في المنقوع بتاعنا اللي احنا عارفينه، خل وليمون وملح ومعلقه دقيق، وسبتها شويه وشطفتها كام شطفه كده. ودي الحاجات اللي هنحطها على الفراخ بتاعتنا: البصل وفلفل وطماطم زي ما انتم شايفين كده. جبنا طاسة كده حطيناها على النار ونزلنا فيها بشوية زيت، وهنحط كمان معلقة سمنة بلدي، بتفرق طبعا في الطعم والريحة زي ما انتوا عارفين كده. زي ما انتوا شايفين كده نزلت بمعلقة سمنة بلدي. هنزل بقى بالبصلاية اللي انا مقطعاها شرايح. دي بصلاية كبيرة، يعني كل ما تزودي البصل كل ما تبقى احسن. عايزة تحطي بصلتين تلاتة زي ما تحبي كده. بقطع معاكم البصلاية كده زي ما انتوا شايفين شرايح كده يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا دي أكلة سهلة وسريعة كده، طبعا احنا زهقنا طبعا من كتر ما بنسلق الفراخ وبنشويها ومش عارفة ايه، يعني لازم الواحد يغير في أكله كده علشان خاطر الولاد. كده هسيبها بس يدوب تتشوح تشويحة بسيطة كده زي ما انتم شايفين كده. بكمل كمية البصل زي ما انتم شايفين كده. طبعا زي ما قلت لكم كل ما بتزودي البصل كل ما بيبقى احلى، وهتاكلي البصل ده وهتسيبي الفراخ. بقى طعمه جميل جدا بالصوص الاحمر كده اللي بينزل من الطماطم والفراخ، تبقى جميلة جدا. يا دوب البصل بتاعنا يتدبل بس تتبيلة كده. وهبدأ انزل عليه بقى بالفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنزل بالفلفل بتاعنا، ده فلفل الوان، فلفل اصفر واحمر كده زي ما انتم شايفين. طبعا اي حاجة بننزلها بنبدأ نقلبها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. طبعا لو عندك كمان فلفل أخضر، لو حابة تضيفي قرن فلفل حراق كده بيديها طعم جميل جدا، بس أنا علشان خاطر ولادي ما بيحبوش الحاجة الحراقة فما حطيتش. بس انتي لو بتحبوا الحاجة تبقى سبايسي شوية حطي قرن فلفل حامي، هتبقى جميلة جدا معاكي. نزلت كده بالطماطم، قلبتها طبعا تقلبتين. هنزل بالفراخ بتاعتي طبعا بعد ما اتصفت خالص ما يبقاش فيها ميه خالص كده زي ما انتم شايفين. هقلبها بقى مع البصل والفلفل والطماطم بتاعتنا دي كده. بنقلبها كويس علشان بس كله يختلط ببعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بعد ما قلبتها هنزل عليها بالتوابل بتاعتنا بقى. ده مكعب مرق الدجاج ومعلقه بهارات، معلقه فلفل اسود ونص معلقه ملح. منكترش الملح علشان ما تحدقش مننا، يعني دوب نحط نص معلقة ملح صغيرة جدا. لو احتاجت ملح بعد ما استوت ممكن نزود، انما ما نزودش في الاول علشان ما تحدقش مننا وتبقى مش كويس. هننزل بقى بالتوابل اللي احنا قلنا عليها. هنقلب برضو كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبها بقى تستوي، هنعلي عليها النار ونسيبها تستوي. هنعلي النار 5 دقايق بس، يا دوب تشرب ميتها كده، وابدأ اهدي عليها النار خالص علشان تستوي براحتها، ما تحرقش مننا ولا حاجة. يعني اول 5 دقايق بس بنعلي النار، بعد كده بنهدي النار ونسيبها تستوي.
طبعًا الفراخ دي المفروض كنت حطيت لها يعني نُص كيلو طماطم، طبعًا أنا ما عنديش طماطم في الوقت ده. ضِفت كده قطعة صلصة من اللي إحنا كنا عاملينها وحاطينها في الفريزر مع بعض. أنا نزّلتها كده على الفراخ بتاعتنا وسِبتها. دي طبعًا كده بعد ما استوت، إيه رأيكم؟ بجد جميلة جدًا. هابدأ كده بقى أحطها في الفرن تاخد بس وِش كده زي ما أنتم شايفين. بعد ما تستوي هاحطها بس على الشواية كده 5 دقايق تاخد وِش. أحط كده أطفي فيها فحماية كده علشان بس تبقى ريحة الفحم بتاعتنا فيها، زي ما تكون يعني تبقى طعمها زي ما تكون مشوية. طبعًا الخطوة دي اختياري، حابة تعمليها اعمليها، مش حابة براحتك. هي الفراخ أصلًا ريحتها وطعمها جميل جدًا من غير الحركة دي. بس أنا باحب أزود يعني تبقى الفراخ بتاعتنا فيها ريحة فحم كده بتبقى جميلة. طبعًا بنغطي عليها بقى كده. وده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما خلصت. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وبألف هنا وشفا. وانتظروني في فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.